اهلا بيكم في كايرو جاردن، قناة الزراعة المنزلية. لو انت اول مرة بتتفرج على فيديوهات كايرو جاردن اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ديل سانسيفيريا هقول لكم النهاردة ازاي من زرعة واحدة ممكن يبقى عندك اكتر من زرعة. خليكم معانا. الزرعة دي اسمها سانسيفيريا او mother in law tongue. موجودة بكثرة في معظم الدول العربية، جميلة جدا، بتتحمل درجة الحرارة وكمان بتتحمل الظل. يعني الناس اللي بتسأل تحطها في الظل عندك ازاي، ممكن تستخدم السانسيفيريا دي، ممتازة للظل وممتازة للنور. زي ما انتم شايفين الزرعة دي عندي بقت كثيفة جدا. ممكن من زرعة زي دي فيها كثافة ان انا اقدر، دي بقى لها كذا سنة عندي، ان انا اقدر افصلها او افصل اجزائها زي ما انتم شايفين كده بايدي كده بالظبط بجوانتي. بعد ما بفضي الشالية ببدأ أفصل جزء جزء، كل جزء بيبقى عامل زي عارفين البصلة كده، بيبقى ليها راس وليها جذور. بقدر كل جزء من دول أزرعه لوحده. طبعا تفصيص النبات ده زي ما انتم شايفين بحاول اخد اكتر كم من الجذور بتاعتي وانا بفصصها. فزي ما انتم شايفين اهو دلوقتي انا اخدت الفصوص، ببدأ اخلي بالي بقى ان انا وانا بقص ما اقطعش ورقة لوحدها. يعني خليك برضو لما خد مجموعة من النباتات. ليه؟ لان واحدة لوحدها في شالية هتنمو بس هيبقى شكلها مش حلو، يعني زي الورقة دي كده بالظبط هتنمو وما فيهاش اي مشكلة، وبالعكس فيها جذور كمان، يعني ما فيهاش اي مشكلة خالص. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بحاول اخد مجموعات، وحتى لو في ورقة منك اتفكت او ورقة اتفكت منك بتحطها على جنب وبترجع تحط اتنين مثلا جزئين مع بعض في نفس الشالية اللي انت هتنقلها، مش واحد لوحده. وده هوريلكم منظره بعد كده. دلوقتي انا فصصت اهو النبات الواحد بتاعي ده، بقاله تقريبا سنتين في الشالية، فطبعا كبر اكتر زي ما انتم شايفين. خلاص انا كده فصصت كل الاجزاء، حافظت على الجذور على قد ما اقدر. هندخل بقى في المرحلة اللي بعد التفصيص دي. المرحلة اللي بعد كده هي النقل للشاليات. بجيب بعد ما فصص الزرع زي ما انتم شايفين برصهم كده قدامي علشان اختار طبعا فرع طويل مع فرع قصير، عشان طبعا ما ينفعش اخلي القصيرين بس لوحدهم والطوال لوحدهم، شكلهم مش حلو. بجيب بعد كده الشالية زي ما انتم شايفين بحاول املاها طبعا بتربة كويسة. انا هنا بستخدم بيتموس بس، وحاطط فيه شوية بيرلايت علشان يدي تصفية للمية. هحط لكم لينك دلوقتي على التربة ترجعوا تعرفوا ازاي تعملوا تربة. بس اهم حاجة في السانسيفيريا انك ما تستخدمش بيتموس بس، او ما تستخدمش طمي بس، لازم تبقى تربة فيها تهوية. يعني حط عليها شوية رملة، حط عليها شوية بيرلايت، وبتبدأ تمزجها وتضغط على الشالية بعد ما تحط الزرعة. حاول لما تحط الزرعة تبقى بشكل مستقيم، يعني تبقى عاملة زي الألف كده، زي عمود النور. لازم تبقى بدرجة 90%، وبرضه يبقى شكلها حلو. يعني بص انا هنا دي عملت الطويلة قوي، دي الفرع الطويل قوي، جنبه عامل فروع قصيرة. فأهم حاجة برضو بعد ما ترص الزرع، ليه؟ لأن انت مش مجرد بتفصلها، انت بتفصلها وعايز تديها لحد او عايز تحطها في مكان فيبقى شكلها حلو، مش بالكترة بس. والفرع لوحده مش مليان ما بيبقاش شكله كويس. زي ما انتم شايفين دلوقتي ببدأ أكرر نفس العملية في بقية الأجزاء اللي عندي. الموضوع بيبقى سهل جدا، وبكرر العملية مع كل الفروع. بكده بتقدر تحول من واحدة بس سانسيفيريا عندك لكتير جدا، وطبعا كل ما يكبر تقدر تمزجه أكتر وأكتر. أتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم. بعد على طول العملية دي ما تنساش ان انت تحط مية، وتحط مية بشكل كويس لغاية لما المية تنزل من الأخرام اللي تحت. شكرا لمشاهدتك الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده علشان تخلي الناس كلها تزرع. وجربوا الموضوع ده في السانسيفيريا اللي عندك، ولو مش عندك اشتريها، نبات جميل جدا. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. ما تنساش تشترك في القناة، وعندنا برضو فيسبوك وانستجرام هحطه لكم في الوصف. وقبل ما امشي بحب اقول لكم دي بوسي القطة بتاعتي. يلا اشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.